معاصرين وجميع الكليات تيقريو التاريخ. شبن التاريخ تيقريو؟ الاولى كتاب بحال الكتاب ديال التاريخ ديال مولاي عبد الرحمن بن زيدان ما عندناش. مشكل خلاف العالم ثالث ان ماضينا ماشي في يدينا، ماضينا كتبوه الاخرين، الغرب كاتبوه، وملي تنقراو عليه تنقراو بالعيون الاخرين. اذا حنا عندنا خصنا بعدا نستبقوا الماضي ديالنا، الحاضر ما نحضروش فيه. حنا مستعمرين ومستعمرين اكثر من اللي كنا من قبل، وغادي نوري لكم شنو هي المعنى ديالها. بان اليوم سنه 93 المغرب هذه المدينه مكناس مستعمره اكثر من اللي كانت عام 53. واستعمار حقيقي. اذا الحاضر ديالنا ما كانش، مستقبلنا مرهون. مستقبلنا كله ليس هنالك مغربي واحد عنده دراسه او قيم مسؤوليته بالمستقبل الا اللي تيستعمل المستقبل بطريقه اجرام، وهو باش يتهرب من الحاضر. يقول في عام 2000 غتكون عندنا كذا وكذا منفرش في السبيطارات. شمن دراسه درتي؟ شمن ترتيب درتي لها؟ شمن تكوين؟ شمن ميزانيه؟ تجي وتقول هذاك ديموغاشيين. هذه هي الديماغوجيه. المستقبل والدراسات المستقبليه شيء جدي، ماشي التلاعب فوق الحملات الانتخابيه اللي غندير لكم وغندير لكم. اذا حتى المستقبل ديالنا الواحد اللي درسوه فرنسا دارسه المستقبل ديالنا وعندها مخططه له المشاهد ديالها. اسبانيا دارسه المستقبل ديالنا في الحوت وغيره داروا المشاهد ديالها. امريكا دارسه المستقبل ديالنا. واهم شيء حنا اللي مستعمرنا واللي دخلنا الفم السبع، وهي البنك الدولي وصندوق النقد اللي تتحكم في هذه البلاد اكثر من اي مسؤول كما كان في هذه البلاد. اذا شنو بيدينا؟ الماضي ديالنا ماشي ديالنا، خصنا نخدموا ثلاثه المرات. خصنا نمشيو الماضي ديالنا شنو هو، خصنا نشوفوا كيف نتحركوا في الحاضر ديالنا، خصنا نفكروا في المستقبل ديالنا. هذه ثلاثه الامورات في ان واحد صعيبه جدا، ولكن الثلاثه مرتبطين. كيف غادي يمكن لك تدرس المستقبل ديالك؟ كيف غادي يمكن تقول انا لين غادي لا عرفتي ما عرفتيش منين نجي؟ وكيف غادي يمكن تقرر لين تمشي الى في الوقت اللي هو حاضي قدامك جوج البوليسيه حاضين لك من الغرب تيقول لك هذا ما تتحركش من هنا، هذا خصك تمشي هكذا ولا مشيتي بحالك. كيف غادي يمكن تتبع؟ كيف بغيتي الاطباء ديالنا والمهندسين ديالنا اللي تيجيو تيجلسوا على راسهم، واللي تيدخل في البيع والشراء، واللي تيعمل مشاريع، واللي تيولي مندوب تيتقدم للانتخابات، واللي كيف بغيتي يتبع هذه المعرفه ويبقى عالم ولا يبقى طبيب؟ تولي خطير، لان ما متبعش الواقع. تولي خطير كالطبيب اللي ما كل عام ما تيرجعش على الاقل شهر يعرف الواقع، خطير على الانسانيه. وتتكلم صراحه، مهندس اللي ما عرفش كيف التطورات الاخيره خطير. مهندس اللي تيبقى لي مدير عام او بي دي جي في شركه 10 سنين انت عمره ما يبقاش يقول لي مهندس. تيحارب المهندس الحقيقي اللي عاد خرج وعنده 30 عام، لان عنده مركب تعرف اكثر منه. اذا تيحاربوا باش يمشي العام ويرجع للخارج، والحمد لله على الخارج.